السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم كامل في فيديو جديد على القناة تاعنا. اليوم جبت لكم موضوع مهم بزاف يهم كل الناس اللي يخدموا في قطاع الصحة العمومية في الجزائر، وخاصة الشباب اللي حابين يدخلوا لهذا الميدان ولا الناس اللي عندهم أقارب يخدموا فيه. في هذا الفيديو راح نحكيو بالتفصيل على الأجور والرواتب الجديدة في قطاع الصحة العمومية وكيفاش راهي تكون في الفترة الجاية، خاصة في سنة 2025. كما تعرفوا في فيديو سابق كنا هضرنا على رواتب موظفي قطاع التربية الوطنية، وكثير من المتابعين طلبوا منا نحكيو كذلك على قطاع الصحة، لأن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات في البلاد. الناس اللي تخدم فيه راهي تقدم خدمة كبيرة للمجتمع، سواء في المستشفيات ولا في العيادات ولا حتى في المراكز الصحية الصغيرة اللي تكون في الأحياء والقرى. قطاع الصحة ماشي غير أطباء كما يظن البعض، بل فيه بزاف رتب ومهن مختلفة، وكل وحدة عندها دورها المهم في علاج المرضى وخدمة المواطنين. اليوم راح نحاولوا نستعرضوا أهم الرتب الموجودة في الصحة العمومية، وراح نحكيو كذلك على الراتب التقريبي لكل رتبة والمردودية اللي تحصل عليها الموظف. نبدو بأول رتبة وهي رتبة الممرض في الصحة العمومية. الممرض يعتبر من الأعمدة الأساسية في المستشفى، لأنه هو اللي يكون قريب بزاف من المريض ويتكفل به يوميا. الممرضين يخدموا في الليل والنهار ويتحملوا ضغط كبير في العمل، خاصة في المصالح الاستعجالية. الممرض في الصنف 9 والدرجة الثانية مثلا، الراتب تاعه في سنة 2025 يوصل تقريبا إلى حوالي 4,759,000 سنتيم. هذا الراتب يكون بدون حساب بعض المنح الأخرى اللي ممكن تختلف من مؤسسة إلى أخرى. أما بالنسبة للمردودية اللي تحصل عليها الممرض فهي كذلك مبلغ معتبر. المردودية ممكن توصل تقريبا إلى حوالي 2,051,000 سنتيم، وهذه المردودية يتم دفعها عادة كل 3 أشهر حسب تقييم العمل والأداء داخل المؤسسة الصحية. بعد الممرض نلقى رتبة أخرى مهمة وهي رتبة مساعد التمريض في الصحة العمومية. هذه الرتبة كذلك تلعب دور كبير في مساعدة الطاقم الطبي، خاصة في العناية بالمرضى وتنظيم العمل داخل المصالح. مساعد التمريض من الصنف 8 والدرجة الثانية الراتب تاعه يقارب حوالي 4,735,000 سنتيم، وهو راتب يبقى محترم مقارنة ببعض القطاعات الأخرى. أما المردودية بالنسبة لمساعد التمريض فهي كذلك مبلغ إضافي يساعد الموظف على تحسين دخله. المردودية ممكن توصل تقريبا إلى حوالي 2,465,000 سنتيم، ويتم دفعها كذلك بشكل دوري. كاين كذلك رتبة أخرى وهي مساعد التمريض من الدرجة الثانية في الصنف 10. هذا الرتبة يكون فيها الراتب أعلى شوية مقارنة بالرتبة السابقة، حيث يقدر يوصل تقريبا إلى 5,161,000 سنتيم. أما المردودية في هذه الرتبة فتكون تقريبا حوالي 2,778,000 سنتيم، وهذا المبلغ يعتبر مهم خاصة إذا جمعناه مع الراتب الشهري. كما نشوفوا قطاع الصحة فيه عدة رتب، وكل رتبة عندها سلم الأجور الخاص بها، ولكن في النهاية كلهم يخدموا هدف واحد، وهو خدمة المريض وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين. نواصل الآن مع رتبة أخرى موجودة في قطاع الصحة العمومية، وهي رتبة مساعد الأسنان. هذه المهنة ربما ما يعرفهاش الكثير من الناس بالتفصيل، لكنها مهمة بزاف في عيادات طب الأسنان، لأن مساعد الأسنان يكون دايما مع الطبيب ويساعده في تجهيز الأدوات وتنظيم العمل داخل العيادة. مساعد الأسنان في الصنف 9 والدرجة الثانية الراتب تاعه في الظروف الحالية يقدر يوصل تقريبا إلى حوالي 4,900,000 سنتيم. هذا الراتب يختلف قليلا حسب الدرجة والخبرة وعدد السنوات في العمل. أما بالنسبة للمردودية الخاصة بمساعد الأسنان فهي كذلك مبلغ إضافي مهم. المردودية في الغالب تكون حوالي 2,631,000 سنتيم، ويتم صرفها كل فترة حسب القوانين المعمول بها في المؤسسات الصحية. نروح الآن إلى رتبة القابلة. القابلة تعتبر من أهم العناصر في قطاع الصحة، خاصة في مصالح التوليد والولادة. القابلات عندهم مسؤولية كبيرة لأنهم يتكفلوا بالأمهات أثناء الولادة ويساهموا في استقبال المواليد الجدد. القابلة في الصنف 11 والدرجة الثانية الراتب تاعها يقدر يوصل تقريبا إلى 5,561,000 سنتيم، وهذا الراتب يعكس أهمية الدور اللي تقوم به القابلة داخل المستشفى. أما المردودية الخاصة
الخاصة بالقابلة فهي كذلك مبلغ معتبر، يقدر يوصل تقريباً إلى حوالي 2,999,000 سنتيم، وهذا المبلغ يضاف إلى الراتب ويكون دعم إضافي للموظف. كاين كذلك رتبة أعلى وهي رتبة قابلة رئيسية في الصحة العمومية. هذه الرتبة تكون عادة للناس اللي عندهم خبرة طويلة في المجال ويكون عندهم دور أكبر في تنظيم العمل والإشراف على القابلات الأخريات. القابلة الرئيسية في الصنف 16 والدرجة السادسة، الراتب تاعها يقدر يوصل تقريباً إلى 7,910,000 سنتيم، وهذا الراتب يعكس المستوى العالي لهذه الرتبة داخل القطاع. أما المردودية في هذه الرتبة فهي كذلك مبلغ معتبر، ممكن يوصل إلى حوالي 4,593,000 سنتيم. نمر الآن إلى رتبة أخرى مهمة في قطاع الصحة وهي أستاذ التعليم شبه الطبي. هذا الأستاذ يكون دوره تكوين الطلبة اللي حابين يخدموا في التخصصات شبه الطبية مثل التمريض وغيره. أستاذ التعليم شبه الطبي في الصنف 15 والدرجة الثانية الراتب تاعه يقدر يوصل تقريباً إلى 7,950,000 سنتيم. أما المردودية الخاصة به فهي كذلك مبلغ إضافي يقدر يقارب 4,214,000 سنتيم. وهكذا نشوفوا أن قطاع الصحة ماشي غير علاج المرضى، بل فيه كذلك جانب تعليمي مهم يساهم في تكوين الأجيال الجديدة من العاملين في هذا المجال. نواصل الآن مع أهم رتبة معروفة في قطاع الصحة العمومية وهي رتبة الطبيب العام. الطبيب العام هو أول شخص يلجأ إليه المريض عادة عند المرض، وهو ليشخص الحالة ويحدد العلاج المناسب أو يوجه المريض إلى طبيب مختص إذا احتاج الأمر. الطبيب العام في الصنف 16 والدرجة الثانية الراتب تاعه يقدر يوصل تقريبا إلى 7,135,000 سنتيم. هذا الراتب يبقى قابل للزيادة مع الترقية في الدرجات ومع سنوات الخدمة. أما المردودية الخاصة بالطبيب العام فهي كذلك مبلغ مهم يقدر يوصل تقريبا إلى 4,440,000 سنتيم. كاين كذلك رتبة أعلى وهي الطبيب العام الرئيسي. هذه الرتبة تكون عادة للأطباء اللي عندهم خبرة أكبر وعدة سنوات في العمل داخل المؤسسات الصحية. الطبيب العام الرئيسي الراتب تاعه يقدر يوصل تقريبا إلى 10 ملايين سنتيم، وهو راتب أعلى مقارنة بالطبيب العام العادي. أما المردودية الخاصة بهذه الرتبة فهي كذلك مبلغ معتبر يقدر يقارب 5,997,000 سنتيم. بعدها نلقى رتبة الطبيب العام خارج الصنف وهي رتبة أعلى في السلم الوظيفي. الطبيب في هذه الرتبة يمكن أن يصل راتبه إلى حوالي 13,340,000 سنتيم. أما المردودية الخاصة به فتكون تقريبا حوالي 8,490,000 سنتيم. نمر الآن إلى رتبة الصيدلي العام في الصحة العمومية. الصيدلي عنده دور مهم في المستشفيات لأنه يشرف على الأدوية وتوزيعها ويتأكد من استعمالها بالطريقة الصحيحة. الصيدلي العام الراتب تاعه يقدر يوصل تقريبا إلى 6,386,000 سنتيم، بينما المردودية الخاصة به تقدر تقريبا ب3,613,000 سنتيم. كاين كذلك رتبة الصيدلي العام الرئيسي، والراتب في هذه الرتبة يمكن أن يصل إلى حوالي 7,562,000 سنتيم، بينما المردودية تكون تقريبا 4,400,000 سنتيم. نختم أخيرا برتبة طبيب الأسنان العام. طبيب الأسنان كذلك جزء مهم من المنظومة الصحية لأنه يهتم بصحة الفم والأسنان. راتب طبيب الأسنان العام يقدر يوصل تقريبا إلى 6,673,000 سنتيم، بينما المردودية الخاصة به تقارب 3,812,000 سنتيم. أما طبيب الأسنان العام الرئيسي فالراتب تاعه يقدر يوصل إلى حوالي 7,562,000 سنتيم، والمردودية تقارب 4,400,000 سنتيم. وفي الأخير خوتي، هذا كان عرض مبسط لأهم الرواتب في قطاع الصحة العمومية. إذا كانت كاين رتب أخرى ما ذكرناهاش اليوم تقدروا تكتبوها في التعليقات وإن شاء الله نحاولوا نحكيوا عليها في فيديو قادم. وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتديروا إعجاب للفيديو وتشاركوه مع أصدقائكم باش توصل المعلومة لأكبر عدد من الناس. نشوفوكم إن شاء الله في فيديو جديد قريباً.